السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة هند ريان. اليوم غادي نحضر معكم كوكيز، وشكون اللي ما كيعجبوش كوكيز بمكونات جد بساط ودغيا كيوجد لينا في ساعته. هنايا عندي 100 غرام ديال الزبده مارغرين، عندي 100 غرام ديال السكر سنيده. غادي نخدمهم مزيان بسباتيل حتى تينسجم ليا الزبده مع السكر سنيده عفوا. حتى يوليو على هذا القوام، تولي عندنا ديك الزبده سائله على شكل بوماد. غادي نزيد بيضه واحده وغادي نخلطها حتى هي مزيان. وغادي نبدا نضيف الدقيق، غادي نبدا نضيف بالتدريج. وغادي ندير نصف خماره ديال 18 غرام، نديرو ديال 10 غرام، ديال 7 غرام كافيه. انا هنا درت النص ديالها. وغادي نغربل الدقيق ديالي باش الا كانوا شي حبيبات ولا شي كرات تيتحيدوا منه. وغادي نبدا نجمع في الخليط ديالي. كما كتشوفوا راه مكونات موجوده في كل بيت، تقدر اي وحده فيكم تقدر تصايب هاد الكوكيز. اهم شي كيجينا بنين بزاف وكيعجب الدراري الصغار وكيعجب حتى الكبار. هنا غادي نضيف ليه الشوكولات اللي خاص بكوكيز، حبيبات الشوكولات، ولا تقدروا ديروا اي شوكولاط عندكم، او تقدروا ديروا فيه حتى المكسرات. هنايا القوام ديالي باقي خاصو الدقيق، غادي نبقى نزيد الدقيق بالتدريج. خدا ليا 200 غرام بالضبط ديال الدقيق. اللي بغات عبر 200 غرام وتبقى تضيفها بالتدريج حتى تنحصل على واحد القوام ديال العجينه تتكون رطبه وتتكون لينه، وفي نفس الوقت تتكون حتى خفيفه. هذا هو القوام ديال العجينه اللي حصلت عليه. كما كتشوفوا راه تتكون رطبه بزاف، باش ملي ندخلوها الفران ما تتقصحش لينا ولا تتبقى مكوره كما حطيناها كما تنخرجوها. بالعكس تتنتفخ لينا وكيجينا داك الشكل ديال الكوكيز رائع. دابا غادي ندير الحجم اللي بغيت سواء كبير ولا صغير، وغادي نحط في الطاوه ديالي اللي غندخلها الفران. وفي هذا الاثناء راني مشى على الفران على 200 درجه. هذه هي الكميه اللي عطاتني. غادي نضيف عليها حبيبات ديال الشوكولاط من الفوق باش كيجينا داك المنظر ديال الكوكيز كما كتشوفوا. وغادي ندخلو دابا للفران. هذا هو كوكيز بعد ما خرجته من الفران تياخذ ليا 20 دقيقه ما كاملاش. تنخرجو من الفران كما كتشوفوا راه تيجينا رطب من الداخل، تيجينا بحال كوكيز براوني، كيبقى رطب واخا تيقعدكم حتى سيمانه تيبقى رطب. ووصفه جد سهله ومكونات جد بساط. نتمنى تجربوها وما تنسونيش انا بلايك واشتراك القناه، وشكرا على المشاهده.